بيجيلي اسئله كتير قوي الفتره دي عن التهتهه. ابدا اروح امتى لاخصائي عشان علاج التهتهه لابني او بنتي؟ ابني كان بيتكلم كويس جدا وفجاه حصل عنده تهتهه. بنتي بدات تخاف وبتتهته ومش عارفه تتكلم كويس واصحابها بيتنمروا عليها. طيب انا امتى اصلا اتحرك لو طفل عنده تهتهه؟ في تهتهه بتظهر قبل سن الخمس او الاربع سنين، دي بتكون تهتهه عاديه لما الطفل بيبدا يتكلم وبيبدا يكون عنده لغه، او لو الطفل قاعد في مكان بيتكلم غير اللغه اللي الاب والام بيتكلموا بيها، فبالتالي بيحصل عنده اندماج في اللغه فبتحصل تهتهه. او لو الطفل بتبدا عنده اكتمال للغه وبدا يتهته من كتر الافكار اللي موجوده في دماغه، من كتر ما هو عايز يتكلم. تمام. طيب انا امتى اروح للدكتور او امتى اروح لاخصائي عشان يعالج لي التهتهه دي؟ لو التهتهه استمرت اكتر من 3 شهور لازم اتوجه لاخصائي. كده يبقى انا هتوجه للاخصائي لو التهتهه فضلت موجوده عند الطفل او الطفله لمده 3 شهور. طيب لو انا ابني كان بيتكلم كويس وفجاه حصل عنده تهتهه، يبقى لازم ابقى عارفه ايه السبب. هل هو بيخاف؟ التهتهه يا اما اسبابها عضويه يا اما اسبابها نفسيه. طيب مفيش اسباب نفسيه، حد بيخوفه، حد بيتنمر عليه، حد بيضربه، حد بيعنفه، انتي وباباه بتتخانقوا قدامه، او في حد بيتعامل قدامه بعصبيه، بيروح درس، بيروح مدرسه، ايه الموقف اللي حصل عشان خاطر يحصل التهتهه عند الطفل؟ تمام كده. طيب لو ابني بيتفرج على كرتون او تلفزيون تحت سن ال5 سنين، ده يعمل تهتهه. الشاشات تجيب تهتهه وتعمل عصبيه عند الطفل وتخليه يعمل حركات لا اراديه. تمام. في اطفال بتبدا تقلد كرتون بيتكلم بالشكل دوت او اشخاص بتتكلم بالشكل ده، فلازم ابقى عارفه كويس قوي الدايره المحيطه بطفلي قبل ما اقول التهتهه سببها ايه عنده. بس كده ادي التهتهه. طيب لو انا التهتهه اللي موجوده عند ابني بسيطه والاخصائي طمني وقال لي ان الدنيا تمام وخلاص، اولا هنزله سباحه. تمام. هنعمل تدريبات نفس، ان هو ياخد نفس عميق، شهيق وزفير بالراحه، واملى صدري بالهواء وبالنفس عشان اقوي الحجاب الحاجز، فبالتالي التهتهه الكلام يطلع مظبوط ويبطل تهتهه. وفي نفس الوقت اهم نقطه ان انا النفسيه بتاعه الطفل تكون كويسه جدا 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 جدا، لانه للاسف التهتهه من الحاجات او من الاعراض اللي ما بتختفيش من عند الطفل تماما، بتختفي لما بتكون نفسيته كويسه ونفسه يتظبط. طب ولو حصل اي موقف وحش، لو هو ما قدرش يسيطر على نفسه وما قدرش يتحكم في اعصابه او في نفسه، هتفضل موجوده عنده وهتظهر عنده تاني وترجع ترد عليه تاني. فعشان خاطر كده احنا لازم ناخد بالنا كويس جدا جدا ونبدا صح من البدايه.